أهلا بكم في حلقة جديدة من مسلسل فهد البطل. وفي الحلقة دي بنشوف رجالة شامل بيهجموا على فهد في مكان أكل عيشه ورشة الرخام، وبتقوم بينهم معركة. وهوب فهد طبعا فين يوجعك، وادالهم كلهم علقة موت. يا فنان بالراحة علينا شوية، هو مش الكترة تغلب الشجاعة برضو ولا بس يلا ما علينا، المخرج عايز كده. وفي عز المعركة دي مين بقى بيشوف المنظر؟ توفيق التمساح والحاجة فايزة، وطبعا بيعجبوا جدا هما الاتنين بالبطل فهد البطل. وبتسأل عليه الحاجة فايزة رجالتها، قالوا لها يا معلمة ما نعرفوش، ده شكله كده مش من المنطقة. وكمان توفيق التمساح بقى عينه على فهد مش شايلها، ونفسه يعرف من الواد الشبح ده. وهوب بقى بتيجي المنقذة البت كناريا بتاع الرخام، جت بالتروسيكل بتاعها وبتخطف فيه فهد ويا فكيك، ورجالة شامل بتجري وراه ومش محصلينه. هنا بقى بتحصل المفاجأة وبيتقبض على فهد البطل، وهم واخدينه على سرايا النيابة بيكون أخو عمرو اللي هو الضابط موجود مع صاحبه وكيل النيابة، لكن بيقوم وبيتقابلوا من غير ما يعرفوا بعض طبعا. وطبعا استدعوا شامل علشان يسألوه، وشامل أنكر وقال إنه ما بعتش أي رجالة لفهد علشان يضربوه، ووكيل النيابة أخد عليهم تعهد إنهم ما يتعرضوش لبعض تاني وإلا هيسجنهم هما الاتنين. بعد كده بننتقل بالمشهد لفهد قاعد مع صاحبه وبيسأله عن توفيق التمساح، وبيقول له مين اللي واقف هناك ده؟ قال له ده التمساح الصغير ابن توفيق التمساح اللي الحاجة فايزة اديته على عينه امبارح. وفهد بيقول لصاحبه ما تكلمهولي يا صاحبي اشتغل معاه، وقام فعلا صاحبه وكلمه ووافق ان فهد يشتغل معاه. هنا بقى المفاجأة التانية، نادر التمساح ابن توفيق التمساح راح البار اللي راوية اخت فهد بتشتغل فيه وبيطلب منها الدرينك بتاعه، وعجبته طبعا راوية، وكمان بعت لها تبس مع صاحب المحل، وراوية رفضت انها تاخده، وطبعا نادر بيوصى عليها شكله كده عجبته جدا. وبننتقل بالمشهد لآسيا بنت توفيق التمساح وهي في شقة مع ضياء ابن الحاجة فايزة، وآسيا بتعيط ومنهارة وبتقول له لازم أبويا وأمك يتصالحوا علشان نقدر نتجوز، وشكلهم كده كانوا بيشموا مع بعض. وهوب طبت عليهم الحاجة فايزة ومسكت البنت آسيا يعني من شعرها وفين يوجعك وبهدلتها آخر بهدلة. هنا بقى آسيا بتفجر المفاجأة للحاجة فايزة وبتقول لها إنها متجوزة ابنها عرفي، وكمان ورق الجواز موجود معاها في الشقة دي. هنا بقى الحاجة فايزة أمرت رجالتها إنهم يدوروا على ورق الجواز ويجيبوه من تحت الأرض. المهم بقى رجالة الحاجة فايزة لقوا لها ورق الجواز وادوهولها، وجت الحاجة فايزة وقطعت الورق، وآسيا طبعا يا عيني منهارة. وبننتقل بالمشهد بعد كده المكتب توفيق التمساح وابنه، وهم بيستقبلوا فهد البطل علشان يشتغل عندهم، وبيحاول فهد يسلم على توفيق التمساح وبيمد ايده، لكن التمساح رفض يسلم عليه. المهم بقى المعلم توفيق التمساح بيبص لفهد بصة شر ومرضيش يمد ايده ويسلم عليه، وسأل فهد انت كنت يا فهد مسجون في ايه؟ فقال له فهد قتل خطأ يا باشا. فرد عليه نادر ابن التمساح وقال له مش مهم، المهم في شغلنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. وطلع مبلغ من جيبه واداه لفهد وقال له شبرق نفسك بيه، وقال له يلا هتشتغل معايا سواقة على عربيتي الخاصة، وهعمل حفلة بالليل محتاجك فيها وابقى تعالى يا فهد. وفهد قال له خدامك يا نادر باشا، واستأذن فهد البطل من توفيق التمساح وابنه ومشي. هنا بقى توفيق التمساح بيسأل نادر ابنه مش الواد ده بتاع الخناقة بتاع امبارح؟ فرد نادر وقال لابوه هو، احنا هنحتاجه يشتغل معانا، ده واد قلبه ميت. توفيق التمساح قال له ازاي هتشغله وانت ما تعرفوش؟ فابنه قال له عشان كده هشغله سواق عندي علشان اعرف عنه كل حاجة. وبننتقل بالمشهد لفهد وصاحبه هم قاعدين مع بعض، وصاحبه بيقول له يلا يا عم افرح، الحاجة فايزة بتسأل عليك. بعد كده فهد وصاحبه راحوا قابلوا الحاجة فايزة وبدأت تسأله انت مين ياض ومنين وكده يعني احكي لي. فحكى لها انه كان متربي في دار الايتام، وحكى لها قصة حياته كلها. والحاجة طبعا عرضت عليه انها تجيب له حقه من الناس اللي تهجموا عليه امبارح، وكمان قالت له لو محتاج شغل تعالى واشتغل معايا. راح رد فهد البطل عليها وقال لها تشكر يا حاجة، انا خلاص اشتغلت عند توفيق التمساح. طبعا الحاجة فايزة سمعت اسم توفيق التمساح من هنا وصارت من هنا، راحت اتعصبت عليه اول ما جاب لها سيرة التمساح. فصاحبه قال له يا عم سيبك من التمساح ده وتعالى اشتغل مع الحاجة فايزة. ففهد قال له لا انا قضيتي مع توفيق التمساح. طبعا صاحبه استغرب ومش فاهم حاجة. بعد كده بينتقل المشهد وبتظهر آسيا بنت التمساح وصاحبتها، وكانت منهارة جدا من العياط ان ضياء ابن الحاجة فايزة اللي كانت متجوزة عرفي اتخلى عنها، وخايفة طبعا ازاي هتواجه ابوها بجوازها منه. وبننتقل بعد كده المشهد لريكو صاحب فهد وطليقته وبتهدده بابنه والنفقة اللي عليه، وراوية بتبقى نازلة من فوق وبتشوف الموقف وبتصبره وبتقول له اصبر كده كده بكرة هتاخد ابنك. بعد كده بيظهر شامل ورجالته وهما بيكسروا باب
الشقة على واحد من رجالته، وكان عريس ولسه متجوز هو وعروسته، ودخلهم شامل ورجالته بدأوا يهددوهم، وبقى العريس والعروسة بيترعشوا من الخوف، وشامل بيهددوا ان رجالته هيشيلوا العفش ويبيعوه علشان ياخد فلوسه منه، وهددوا ان لو لزم الامر هياخد العروسة نفسها. وبننتقل بعد كده المشهد لحفلة عيد ميلاد الست آسيا بنت التمساح، وابوها التمساح بيعرفها على الضابط عمرو اللي هو اخو فهد. ركزوا بقى معايا، وبيديها حضرة الضابط هدية عيد ميلادها، وابوها التمساح بيقول لها افتحي بقى الهدية يا آسيا ورينا حضرة الضابط جايب لك ايه، وهي طبعا مخنوقة من البلوى اللي عملتها. طبعا حضرة الضابط بيحاول انه يقرب منها ويلطف الجو شوية، لكن هي منفضة له على الاخر. وبتيجي صاحبة آسيا وبتاخدها وبيمشوا، والضابط واقف في نص هدومه، وفجأة بيظهر فهد البطل في الحفلة جايب موبايل نادر به التمساح كان ناسيه في العربية. وهوب بقى خد عندك المفاجأة دي، بيظهر غلاب عم فهد مع ابنه الضابط، وتوفيق التمساح بينده على نادر ابنه وبيقول له يا نادر تعال سلم على عمك غلاب الجرحي وابنه عمرو. اوبا بقى الموقف حصل قدام فهد، وهنا سأسكت قليلا. فهد باصص لعمه بصت شزر وشر، ورجع فلاش باك بالأحداث وهو صغير لما كان أبوه بيموت. هنا أخد باله منه توفيق التمساح وبيقول له مالك يا فهد متنح كده ليه، يلا غور من هنا. وعمه غلاب قال له بالراحة على الراجل، روح يا ولد كلك لقمة في البوفيه. وعينهم في عينين بعض غلاب وفهد، فغلاب بيبص لفهد قوي بعد ما مشي وبيسأل توفيق النمس الواد ده شغال عندك من امتى، شكله كده مش غريب عليا. وبدأوا يتكلموا في الشغل والبضاعة، وغلاب قال للتمساح ما تتكلمش في موضوع البضاعة ده قدام ابن عمرو، طبعا عشان ظابط. اتوتر غلاب علشان البضاعة اللي ضاعت منهم. وبعد كده توفيق التمساح بيقول لغلاب مش هنفرح بقى بعمرو ابنك ولا ايه، عايزين نبقى نسايب يا عم. فقال له ماشي يا ابو نسب، شوف بنتك ويلا بينا انا مش هتأخر. وبعد كده بنشوف ريكو صاحب فهد وحد من جيران طليقته جاي يشتكي له منها، فصار ريكو جدا وكان عايز ياخد السكينة ويروح علشان يخلص عليها. هوب طبعا جه فهد البطل وحاول انه يهدي صاحب ريكو واداله روسية اغمى عليه. وبعد كده بدأ فهد يفوقه ويقول له لو موتها هتستفاد ايه، هتدخل السجن ومستقبلك هيضيع، امسك العقل يا صاحبي بدل ما تلبس البدلة الحمراء وتيتم ابنك وهو لسه صغير. بعد كده بتظهر كناريا في المشهد مع ابوها، وابوها بيطلب منها انها تسامحه وانه قد ايه كان مقصر في حقها هي واخواتها. فبتقول له يابا انت عمرك ما عملت معانا حاجه حلوه. فابوها قال لها انا خلاص اتغيرت وماليش غيركم يا بنتي، وهو بيعيط. فقالت له كناريا فكك يابا انت ياما قلت وما نفذتش. وعيطت كناريا وقالت له خلاص يابا انا مسامحاك، بس غريبه يابا انك تغير رايك في موضوع الاثر ده. فقال لها يا بنتي انا وقفت قدام ربنا وصليت وتوبت، وانت واخواتك مكسبي في الحياه وسامحوني. وفي اخر مشهد في الحلقه بيظهر فهد مع اخت راويه وهم واقفين مع بعض، وبيسالها وبيطمن عليها عامله ايه في الشغل وكده، وهي بتساله مالك مخبي عني ايه، انا بفهمك من عينيك. وبدا فهد يقول لها انه نزل شغل مع التمساح وقابلت هناك عمك غلاب. طبعا راويه اندهشت واستغربت جدا وقالت له ازاي عرفته واحنا ما شفناهوش من واحنا صغيرين، يعني ملامحه راحت من دماغنا. قال لها ملامحه عمرها ما هتروح من دماغي، دي محفوره جوايا. فقال لها كمان كان مع ابنه عمرو. هو مش عمك يا بنت ما كانش بيخلف، امال جاب الواد ده منين، ممكن يكون اتجوز واحده تانية وخلف منها. قال لها انا اول ما شفتهم الدم غلي في عروقي وكنت عايزه اقتله، لكن مسكت نفسي لان دم ابويا مش مع عمك غلاب لوحده، لا ده مع عمك غلاب وتوفيق التمساح، واول مره احس اني ضعيف وجبان وما قدرتش اعمل حاجه. فقالت له عين العقل يا اخويا انا محتاجاك وما تسيبنيش لوحدي. هنا فهد البطل حضن اخته راويه وفجاه شم من اخته ريحه خمره، فسالها ايه الريحه دي. طبعا راويه اندهشت جدا وفهد بيبص لها بصه كلها شر. ولحد هنا بتنتهي الحلقه، استنونا في الحلقه اللي جايه والسلام.